المعيشة، معيشة المواطن البسيط، إجراءات الحماية الاجتماعية. ومن المشاركين في توجيه الأسئلة السيدة شيرين فتحي من محافظة القاهرة، والسيد هشام مسعد من محافظة كفر الشيخ. ربما سيادة الرئيس يعني إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة كانت قاسية، وكما ذكرت حضرتك في أكثر من مرة بأنه الشعب المصري تحملها بكل شجاعة من أجل تحسين مستوى معيشته، ولكن بعض المواطنين لا يشعرون بهذا التحسن، وبالتالي ركزنا على هذا السؤال. السيد محمد بدوي من محافظة الإسكندرية، السؤال: ما هو تقييم مؤسسة الرئاسة للإجراءات الاجتماعية التي تتخذها الحكومة لتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وهل هي كافية؟ سؤال آخر من الأستاذ لؤي محمد علي من محافظة الشرقية، السؤال: حضرتك وعدتنا أن الظروف الاقتصادية والمعيشية هتتحسن، وإننا هنديك فرصة سنتين وبعدين الأمور هتتحسن، واحنا ما شفناش اي تحسن. يعني احنا بنطرح الاسئله كما وردت الينا يا سياده الرئيس. طب وماله؟ يعني ما شفتش اي حاجه خالص. طيب خليني اقول، هو دواء مر وقاسي ما فيش كلام، لكن نتائجه ان شاء الله هتبقى كويسه. والحكومه خلي بالكم احنا في نقاش مستمر في اي اجراء بيتعمل عشان تاثيره بقدر الامكان يبقى الحد الادنى لتاثيره، مش اي حد. يعني الحكومه بتحط اجراءات حمايه للقرار ده عشان ما يبقاش ضاغط قوي على الناس. وانا مني بيقول يعني سنتين وما شفناش تحسن. طيب يا لؤي ماشي. طب انا هقول لكم حاجه يعني معقول؟ طيب السؤال ده هياخد وقت مني طويل في الاجابه بتاعته. لك كل الوقت يا سيادة الرئيس. طيب متشكر. يعني هل الاول كان في بديل للاجراءات دي ولا لا؟ لان لو كان في بديل ان احنا ناخد اجراء نحسن بيه يعني ما نعملوش، طب هنعمله ليه؟ يعني انا عايز اي حد بيسمعنا من المصريين دلوقتي راضي عننا او مش راضي، تفتكر يعني عندك شك في محبتنا ليك؟ عندك شك في ان احنا عايزين نعمل كل حاجة طيبة عشانك او عشانك؟ لو ما عندكش شك يبقى اذا الخيار ده ما فيش غيره. يعني احنا حتى قلنا ان هو كان حتمي، الخيار ده حتمي لابد ان احنا نتحرك فيه وناخد اجراءاتنا، لكن بقدر الامكان حبينا نخفف ده. وتعالوا نتكلم في الاجراءات. هل النهارده لما كان مثلا يعني لما بدأنا في بطاقة التموين، وبطاقة التموين بتغطي تقريبا حوالي اكتر من 80 مليون مواطن، 75 يعني، حتى لما بننقي البطاقات دلوقتي بنتكلم مش كده ولا يعني حوالي داخلين في على الاقل في 75 مليون انسان. طب احنا كنا كام الرقم اللي كانت الحكومه بتقدمه للمواطن، وبقينا كام دلوقتي؟ احنا بنتكلم على 15 ل 21 جنيه، ثم خليناها 50 جنيه. 50 جنيه يعني ايه؟ يعني الاسره اللي فيها 4 زادت 120 جنيه في بطاقة التموين. 120 جنيه مش كده ولا؟ طب لو عنده عدد اكتر من كده كان 21، خلينا اللي اكتر من كده مهما كان عدده 25 جنيه. فانا عايز اقول ايه؟ ده رقم قلنا نوصل بيه لكل الناس، رقم قلنا نوصل بيه لكل الناس اللي هي نساعد معاه. طيب هل النهارده المعاشات، وانا اتصور ان احنا في اثناء الحمله التقيت باصحاب المعاشات وكان كلامهم قاسي جدا وقتها، وقد ايه كانوا هم بيعانوا. يا ترى احنا زودنا المعاش قد ايه؟ الرقم ده احنا المره اللي فاتت خلينا حد ادنى 500 مش كده يا دكتوره؟ 500
واحد يقول لي 500 ده قليل، اقول له صحيح، بس كان قبل كده بنتكلم في 200 و300، ثم جينا المره دي وزودنا 150 كمان. طب هل ده لكم مواطن؟ احنا بنتكلم تقريبا في 8-9 مليون. يبقى ده رقم تاني تم اضافته او تم. طيب احنا اتكلمنا على علاوه استثنائيه وعلاوه دوريه لاصحاب يعني لاصحاب المخاطبين مش كده، والخدمه المدنيه طيب يعني كام كان حد ادنى 150 مش كده 130 مش احنا. طيب كنا ماشي يعني احنا وصلنا بيهم ل 130 جنيه. طب هل ده ما كانش يعني كإجراء حمائي؟ طيب تضامن الضمان الاجتماعي 1,750,000 أسرة. التكافل وكرامة 1,750,000 أسرة. وأنا بقول هنا يعني أنا قلت الكلام ده قبل كده لما تحدثت مع السيدة وزيرة التضامن ونتكلم على إن إحنا البرنامج هيصل لتكافل وكرامة إنه يغطي 1,750 في خلال نهاية 18. فإحنا قلنا لأ، نتحرك وننجز هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن. من 3 شهور بصيت لقيتها بتتصل بتقول لي يا فندم احنا خلصنا 1,750,000 تكافل وكرامة. تكافل وكرامة ده لمين؟ ده الناس اللي احنا يعني مش قادرين نوصل لهم، مش عارفين نوصل لهم. فعملنا آلية تتيح لهم ان هم ياخدوا حجم يعني زي ما بيقولوا كده نوايا تسند الزير، نوايا تسند الزير. لما جينا في موضوع أهلنا اللي في الريف قلنا إن إحنا ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنين يتم الإعفاء ليها. إحنا حاولنا نخفف من الأثر، حبينا نخفف من الأثر، لكن هكلمكم بقى حاجة تانية. يا ترى لو ما كانش في حجم مشاريع قومية في الدولة تشغل على الأقل 3 مليون، أنا